سلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم لولي كوكين. مرحبا بكم في فيديو جديد، في وصفة جديدة. نتمنى يا رب ما فيديو تلقاكم كاملة مهنيين وبصحتكم avec une très très bonne santé إن شاء الله. اليوم جبت لكم وصفة تقليدية جزائرية يديروها الناس قسنطينة. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم. بيان سور إلا عجبتكم حباباتي كوم دابيتود ما تنسونيش بان بتي جيم وتاني ان بتي كومونتير هكا باش تعاونوني وتشجعوني. هنا كيما شفتوا درت شويه تاع الزيت ودرت ان مورسو دو بولي. نتوما تقدروا ديروها بلو بولي ولا بلا فيوند. ودرت تاني زوج حبات تاع بصل باسكو ندير كوميم اون بون كونتيتي تاع لاصوص، دونك درت زوج حبات يكونوا كبار شويه ونقليهم حتى يبدا يذبال. هنا درت تاني حبه تاع بطاطا تكون موين سكرفجتها باش تجيني لاصوص تجيني خضراء، وخليتهم يتقلاو شويه. اونتر طون هنا وجدت التريده درتها في جبنه ولا في ان سالادي، ودرت عليها شويه تاع زيت زيتون نفتلها تري بيان حتى يعني نشوف كامل الحبات مغطيين ولا انغوبي بزيت زيتون هكا باش ما تتلاصقش وما تجيكمش معجنه. سي امبورطون هاد المرحله يا البنات. ومن بعد هنا خليتها دو كوتي ورحت لاصوص. هنا شفتوا البصل البال ودا لا كولور مارون، حبه تاع طوماطيش مع لي زيبيس، درت شويه تاع ملح فلفل كحل عود قرفه شويه برك، ودرت تاني راس الحانوت مع مغرفه تاع العكيري الحار ولا فلفل حار غبره، فلفل عكيري، وريقه تاع رند، شويه تاع الزعتره، ودرت تاني مرق الدجاج، ودرت تاني مغرفه تاع لو كونسونطري داي اللي كنت وجدته معاكم، ولا تقدروا ترابيو زوج ولا ثلاثه حبات تاع ثوم. رميت عليهم شويه حميصه، درت شويه تاع زيت زيتون، ودرت تاني مغرفه تاع فلفل الحلو اللي كنت وجدته معاكم، هذاك لو كونسونطري تاع الفلفل الحلو باسكو انا ما نحبش ندير طوماطيش مصبره. وزدت لا كاروت، نخلي لاصوص تتقلى واحد 10 مينوت تاع 15 مينوت تتقلى بلوتو تري بيان. من بعد نمرقها دائما تمرق يا البنات دو كوتي باش ما نشلوش هذيك البنه تاع القليان وتجي لاصوص بنينه. من بعد نغلق عليها. هنا اونتر طون درت تريده تفور لا بروميير فوا كيما شفتوا، درت لها شويه تاع زيت زيتون، درتها تفور لا بروميير فوا. ومن بعد كي تبدا يعني لا فابور تطلع نستناها هكاك 10 مينوت ولا 15 مينوت. ومن بعد نحيها وندير عليها قيس كاس تاع ماء، وندخل الماء بوتي ا بوتي هكا باش ما تجيكمش معجنه. روحوا لها غير بالعقل، كملوا كامل هذاك لو فيغ. تحسوا شويه بلي راهي مازالها كمام مازالها ناشفه شويه، مي كي تخلوها تشرب كامل تلقاوها كمام بدات تولي شويه طريه. نخليها تريح هكا واحد قيس 5 مينوت، ومن بعد ندير لها شويه تاع زيت زيتون ونفتحها كامل. اشاك فوا كو جو في هاد لوبيراسيون نحس بلي هذيك الحبات كامل يتفتتوا ويتفتحوا. فوالا بهاد لا فاصون نحاول يعني نفتحها بهاد لو جيست. شوفوا معايا في الفيديو راه واضح. ومن بعد نديرها تفور اون دوزيام فوا لا ميم شوز، نخليها ولا بليتو حتى نشوف بلي بدا يطلع لا فابور، نستناها 10 مينوت ونعاود نحيها. اونتر طون نديرها تطيب ولا تفور بور لا دوزيام فوا. نفتح لا كوكوت وهنا لقيت لو بولي طاب، لقيت تاني لا كاروت براسك طابت. نحي هذاك لو بولي ونخليه دو كوتي، ومن بعد ندير شويه تاع قرعه كنت قطعتها هكا مستطيل يكونوا شويه كبار. ملاحظه يا البنات، لي ليغوم دائما نديروا لها شويه تاع فلفل كحل ولا نسمها بشويه تاع فلفل كحل. وهنا درت تاني حبه تاع فلفل، ودائما نذوق لاصوص الا كاش يعني خاصه شويه تاع ملح ولا شويه تاع لي زيبيس.
ونعاود نغلق باش تطيب لي القرعة. هنا كيما شفتوا هذيك تريدة فارت بوغ لا دوزيام فوا. سيت فواسي نحيت 3 لوش تاع لاصوص وبديت ندخل في هذيك لاصوص بوتي ا بوتي حتى يعني نشوفها طرات. ولا ميم شوز نروح ليها غير بالعقل ندخلها شويه شويه هكا باش ما تجينيش معجنه وتجي فاركه على الحبه. وتاني تشرب هذيك البنه تاع لاصوص. نحاول يعني نحي هذيك الليدام. ولا ميم شوز نخليها 2 ولا 3 مينوت تشرب شويه. من بعد نديرها في كسكاس ونعاود نفورها بور اون تروازيام فوا ونخليها تفور لا ميم شوز 10 مينوت. وكما قلت لكم هاد المرحله اشاك فوا يعني نعاودها جو رومارك بلي هذيك الحبات راهم يتفتتوا وتجيكم على الحبه. نحاول نعطيكم جميع الاسرار باش ما تجيكمش معجنه. هنا بعد من نحيها ديروا لها شويه تاع زبده ولا شويه تاع زيت زيتون ندهنها. ونحاول توجور نفرق هذيك الحبات. وهنا اونتر طون لاصوص ولا هذيك القرعه راهي طابت و جو فيريفي تو في لاصوص هذيك لي بوا شيش طابو وكامل لي ليغوم. نقدر نحط هذيك تريدات ديريكتومون في لاصوص وباش ما يروح لكمش الكيل بين لاصوص وبين تريده دو بريفيرونس تديروها هكا في اون مارميط ومن بعد تديروا عليها شويه تاع لاصوص. وهذه سورتو للمبتدئات اللي ما والفوش يديروها. ندير عليها لاصوص حتى تغطى كامل التريده. نديرها فوق نار تكون هاديه ونستناها حتى ترفد الغليه وتشرب كامل هذيك البنه تاع لاصوص وتكمل تطيب لكم الزبده. ما لازمش برك نغفل عليها نحركها دو طون طون باش ما تلصقليش. الا شفتوا بلي خلاصت لاصوص ومازال ما طابتش بيان تقدروا ديروا ولا تزيدوا مغرف ولا زوج. ومن بعد ندير عليها الغطاء ونخليها تطيب. صدقوني يا البنات تجيكم واحد التريده بهذه الطريقه تجيكم بزاف بنينه سورتو مع هاد ايامات تاع البرد ما يليق غير حاجه سخونه وتكون بنينه نفرح بيها افراد العائله تاعنا. هنا شوفوا يا البنات بعد ما طابت تجي فركة على الحبة تجي فيها برك شوية تاع لاصوص. ودايما لاصوص يعني يبقى على حسب الذوق تاعكم اللي يحب يزيد يزيد. هنا درتها في طبق تقديم وزينتها بهذاك البولي حمرته شويه مع لي زودور وهذيك لي ليغوم. تقدروا تاني تضيفوا لها اللفت لمحبي اللفت. ونشوفوا الطبق تاعنا في الشكل النهائي. ودوك لحقنا لافان تاع لا فيديو اللي جيسبر تكون نالت الاعجاب ديالكم. ودوك ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحتكم ونتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.